السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. نقول بسم الله، توكلنا على الله، اللهم احسن ما بين يدينا، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وخاتم النبيين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معانا 2 كيلو كبدة بالشكل ده كده، قطعة كبيرة ما شاء الله. معانا الفلفل والطماطم برضو. هنيجي الكبدة عشان تبقى صح معاكي في التقطيع، لازم السكينة تكون حامية، ده أول حاجة. تاني حاجة نشيل الجلدة الخارجية دي للكبدة، أو غلاف الكبدة زي ما انتم شايفين كده، بطرف السكينة بخلصها من الكبدة عشان ما الكبدة معايا ما تبقاش مهرية، تكون طازة. يعني دي الكبدة دي لسه جاية من عند الجزار حالا. بشيل الغلاف ده، ممكن الجزار يشيلهولك برضو بالشكل ده كده. ما بخليش فيها لا دهن ولا قشرة للكبدة خالص، والعروق على قد ما اقدر. بعد كده بقطعها نصين بالشكل ده كده. طبعا في كان مع الكبدة دي قلب، يعني هي مش كبدة صافية، هي كبدة وقلب 2 كيلو بالشكل ده كده. بس دي عشان بقطعها بالطريقة دي كده، مكعبات زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بشيل الجزء العلوي عشان الكبدة اللي لو فيها جلد او شغط وتديني الشكل اللي انتم شايفينه بيلمع ده. بقطع طريقة كده شرايح. احلى كبدة هتاكلوها لو عملتوها بالطريقة دي، ان شاء الله الطريقة تعجبكم. قطعتها بالشكل ده، شايفين ما شاء الله، شايفين الشريحة شكلها عامل ازاي، جميلة الله. وادي القلب برضو قطعته بنفس الطريقة شريحة كده برضو، بس ما بشيلش منه القشرة الخارجية. وادي الدهن اللي هنشوح بيه الكبدة. بنزل في صينية بتكون على نار حامية جدا، اقوم حاطة فيها الدهن، قطع دهن مع قطع اللي بتطلع من الكبدة والقلب بالشكل ده لغاية ما تسيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أول ما ابتدى الدهن معانا يسيح بالشكل ده كده ووصل للدرجة دي، بننزل على طول بقطع القلب، وبرضو الدهن اللي بيبقى في القلب والكلاوي. لو عندك كلاوي برضو بتنزلي بيها الأول بالشكل ده كده. دي اللي هي بيقولوا عليها حلويات القلب، أو اللي بتبقى حوالين القلب كلها. أنا بحب مع الكبدة قلب يعني عامة. ولو انتي بتحبي الكلاوي برضو تنزلي بنفس الطريقة دي، الكلاوي الأول بدهنها كله كده بتقطعيها وتنزلي بيها. لكن أنا عاملة هنا مع الكبدة قلب، دي الحاجات اللي بتبقى حوالين القلب نزلت بيها مع الدهن. تاخد تسوية، يعني تاخد تقليبتين 3 كده مع النار. وبعد كده بنزل بالقلب، شرايح القلب زي ما انتوا شايفين كده. برص الشريحة جنب شريحة كده، بحيث كأني بقليها بالظبط، لأن دي اسمها كبدة مقلية. مقلية الدهن اللي انتوا شايفينه الكتير ده عشان أنا بقليها في الدهن. بوسع مكان لنزول الشرايح القلب كده بالشكل ده كده، رصها جنب بعض. كريم يا حبيبي يا رسول الله، والله حبيبي أكرم. وهل فقيرة بين الكريمين الحبيبين تحرم؟ لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت ربي، لا إله إلا أنت مليكي ومالك أمري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بلغه منا ألف صلاة وسلام، وارزقنا يا رب رؤيته يقظة ومناما. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول ما بيبتدي تاخد وش من تحت بقلبها على الناحية التانية، وبفضل أقلب فيها كده لغاية ما ألاقي إن القلب استوى. وبقول استوى يعني استوى، يعني فاضل حاجة بسيطة على إنه خلص سواه، عشان الكبدة متاخدش وقت. بعد كده بنزل بشرايح الكبدة برضو بنفس الطريقة. ركنت القلب والدهن في جنب، وبنزل بشرايح الكبدة في الدهن اللي صفوا معايا كأنه سمنة. شايفين بتغلي ازاي ما شاء الله، الريحة والطعم حاجة تانية خالص. دي طريقة جميلة، جربوها والله لا تعجبكم. شايفين ما شاء الله، بحمر الكبدة بالطريقة دي كده زي ما انتوا شايفينها، بتتحمر في الدهن وبتشرب ميتها تاني. يا جماله، شايفين جمال الكبدة؟ هي دي الكبدة اللي بتاكلوها أحلى من اللي بناكلها بره كمان.
هي بنفس طريقة المحلات، بس أفضل وأنضف من بره. كبدة بلدي طازة جاية من عند الجزار على طول على الصينية، ما شاء الله شايفين صينية كبدة تحفة. بعد كده هنخرط 3 بصلات توم، 3 بصلات و5 فصوص توم، وطبعا فلفل ألوان أخضر وأحمر، وطماطم وقرن شطة حامي أو قرنين زي ما بتحبي. لو بتحبيها سبايسي حطي شطة، ما بتحبيش شيليه خالص من مقاديرك. شايفين كده أول ما الصينية ابتدت تاخد معانا لون من أرضيتها كده، بنقوم نازلين بالبصل. مش نهاية الصينية، ما شاء الله شايفين بقى تقليبة البصل. هناخد اللون العسلي من كرملة البصل مع لون الصينية بعد الكبدة ما اتحمرت جامد فيه. شايفين بقى اللون. ننزل بالفلفل الألوان والثوم مع بعض كده برضو. لو بتحبي بصل كتير في الكبدة حطي بصل كتير زي ما انت عايزة، يعني انا بحب البصل بيبقى معقول كده حلو فيها. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعد كده بنزل بالطماطمتين. اول ما البصل بيدبل والفلفل بنزل بالطماطم عشان برضو الكبده تشربها، وتاني نقلب فيها لغايه ما الطماطم تشربها كده. وبعد كده انزل بكوبايه ميه. كل ما بتحتاج ميه بحط لها لغايه ما احس ان الكبده خلاص استوت تماما وما نشفتش معايا، عشان لو سبتيها من غير ميه هتنشف. شايفين ما شاء الله. نزلت بالفلفل الحامي اهو قطع عشان تبان، لو حد مش عايز ياكلها ما بياخدهاش مع قطعة الكبدة. جميلة. والملح ننزل بكمية ملح مظبوطة، وادي الفلفل والكمون برضو نزلت عليه بس ما وضحش. ودي ما شاء الله شايفين جميلة تحفة. جربوها بالطريقة دي وعلى ضمانتي هتاكلوا قطعة كبدة طرية من جوه متحمرة من بره، جميلة شاربة كل حاجة حطيتها لها. سبحان الله وبحمده، استغفر واتوب اليه. عدد خلق وزيرة العرش ومداد كلماته، وعد ما كان وعد ما يكون في السماوات والارض يا رب الكون، لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الجمال؟ الله اكبر. قطعه الكبده بتقول لي كليني. جميله جميله جدا. ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لكل جديد يوصلكم ان شاء الله من ندى الاكل الطيب. شايفين الكبده طريه من جوه ازاي وفاتحه ازاي؟ ما شاء الله. جميله جميله ما شاء الله عليها. أترككم في حفظ الله وأمانته ورعايته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.